السلام عليكم طلبة الصف الأول الإعدادي. هحل معاكم النهاردة المحافظة رقم 4، محافظة الإسكندرية. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول، إذا كان احتمال وقوع حدث ما بيساوي الواحد الصحيح فإن هذا الحدث يسمى الحدث المؤكد. طالما بيساوي واحد صحيح يبقى حدث مؤكد. المؤكد الاختيار نمرة ب. لكن لو قال لي بيساوي صفر يبقى احتمال حدث مستحيل. هنا إجابتنا طالما احتمال بيساوي واحد يبقى حدث مؤكد. بعد كده السؤال التاني، 64% بتساوي 4/5 الكل أس كام؟ 64% ممكن نعملها على الآلة، يعني 64 على 100. 64 على 100 هتساوي 16/25. 16/25 يعني أنا عندي 64%، يعني 16/25. عايزين نخليها 4/5 الكل أس كام؟ هنا ال16 اللي هي 4/2، وال25 اللي هي 5/2. بكده هناخدها 4/5 ونخلي أس 2 على القوس كله من بره، يبقى هنا أس كام؟ يبقى هتبقى أس 2. الاختيار نمرة ب. بعد كده السؤال رقم 3، -1 الكل أس 12، وهنا 1 أس 13. مين الكبير؟ هنا الأس زوجي، فالأس الزوجي بيلغي الإشارة السالبة، فكده عندي -1 الكل أس 12. كأن الواحد لما أضربه في نفسه 12 مرة الإجابة تطلع 1، يعني هنا الإشارة السالبة راحت. وهنا 1 أس 13، هنا الأس فردي بس العدد الأصلي هو عدد موجب، فالإجابة تطلع 1. يبقى كده هيبقوا متساويين. الاختيار نمرة ج. بعد كده السؤال الرابع، مجموع الاحتمالات لكل النواتج الممكنة لتجربة عشوائية بيساوي الواحد الصحيح. الاختيار نمرة ب بيساوي الواحد. بعد كده السؤال رقم 5، مربع طول ضلعه 2 سنتي تكون مساحته نقط سنتيمتر مربع. هنا هنجيب مساحة المربع طول الضلع في نفسه، هنعوض 200 طول الضلع 2 س في نفسه 2 س، هنضرب 2 في 2 ب4، س في س هننزل الرمز ونجمع الأسس 1 1 2، يبقى كده المساحة 4 س/2. الاختيار الأول ألف. بعد كده السؤال رقم 6، مجموع الجذرين التربيعيين للعدد 16 يساوي نقط. عايزين نجيب مجموع الجذرين. طبعا عارفين لما باجي اجيب الجذر التربيعي لأي عدد الإجابة بتطلع موجب أو سالب. لما اجي اجمع عددين معكوس جمع البعض، يعني مثلا جيت اجيب الجذر التربيعي ل16 هيبقى عندي موجب 4 أو سالب 4. لما اجي اجمع الرقمين دول، ده العدد ومعكوسه، الإجابة هتبقى 0. يبقى مجموع الجذرين التربيعيين للعدد 16 أو أي عدد الإجابة بتكون 0. لو جينا نجيب الجذر التربيعي لل25 عندي موجب 5 أو سالب 5، لما أجي أجمعهم الناتج 0. يبقى مجموع الجذرين التربيعيين للعدد 16 يساوي 0 أو أي عدد الإجابة تكون 0. بعد كده السؤال التاني، أكمل ما يأتي. السؤال الأول، 5 س/0 بيساوي نقط، حيث س لا تساوي 0. هنا دلوقتي مديني الأس 0 ده موجود على السين بس مش على الخمسة، فالخمسة دي أسها 1 هتفضل 5 في س/0. هنا الأس على السين بس، أي حاجة أسها 0 ب1، 5 في 1 هتساوي 5، يبقى هنا الإجابة 5. تختلف لو قال لي 5 س الكل أس 0، يبقى العدد ده كله طالما أس 0 يبقى الإجابة ب1. لكن هنا الإجابة اللي مش ب1 لأن الأس 0 كان على السين بس، الخمسة الأس بتاعها 1، فالخمسة نزلت زي ما هي، والسين أس 0 عملناها ب1، 1 في 5 ب5، يبقى هنا الأس كان على الرمز السين فقط وليس الخمسة. بعد كده السؤال التاني، جذر 100 بتساوي جذر 64 زائد جذر كام؟ جذر 100 10، هتكون بتساوي جذر 64 8 زائد كام؟ 10 دي اللي هي 8 زائد كام؟ هتكون 8 زائد 2. كده الاتنين دي مش تحت الجذر، الاتنين دي احنا عايزين ندخلها تحت الجذر. طالما الاتنين عايزين ندخلها تحت الجذر نضربها في نفسها، يبقى 2 في 2 ب4. يبقى كده جذر 100 اللي هي ب10 بتساوي جذر 64 اللي هي 8
زائد جذر الأربعة، الأربعة جذرها 2، نجمع هنا 8 زائد 2، الإجابة تطلع 10. يبقى هنا الإجابة اللي عندنا هتبقى كام تحت الجذر؟ هتبقى الأربعة. بعد كده السؤال رقم 3، إذا كان احتمال نجاح طالب 4/7 فإن احتمال رسوبه يساوي نقط. عارفين إن احتمال النجاح زائد احتمال الرسوب بيكون بيساوي الواحد الصحيح، فهنا مديني احتمال النجاح 4/7 وعايزنا نجيب احتمال الرسوب، يبقى كده احتمال الرسوب هيساوي 1 ناقص احتمال النجاح اللي هو 1 ناقص 4/7. الواحد ده نعدله ونخليه 7/7، نطرح منه 4/7، الإجابة هتبقى 3/7. يبقى كده احتمال الرسوب 3/7. بعد كده السؤال رقم 4، إذا كان س بتساوي تلت وص بتساوي 3 فإن س أس 15 ص أس 16. السؤال دوت محتاجين بس نعدله. يبقى كده هنا عندي س أس 15 ص أس 15، هخلي دي س أس 15 في ص أس 15 في ص، اللي هي أنا فكيت ص أس 16 دي خليتها ص أس 15 في ص. طب ليه؟ علشان اخد دول مع بعض اللي هو س ص وارفعهم كلهم لأس 15، واللي يطلع اضربه في الصاد. كده انا عندي قيمة السين اللي هي تلت في قيمة الصاد اللي هي 3، الكل أس 15 في الصاد اللي هي قيمتها ب3. هنا دلوقتي هنختصر تلت في 3، الإجابة تبقى 1، 1 أس 15 الإجابة تبقى 1، 1 في 3 هتساوي 3. بعد كده السؤال رقم 5، العدد إذا كان العدد ده عايزين نكتبه على الصورة القياسية يبقى كده 10 أس كام. هنا عشان نكتبه على الصورة القياسية عايزين نوصل لرقم ما بين 1 ل10، فهنا هنمشي بالعلامة لحد ما نوصل ما بين 2 و5. كده أنا عندي 2.5، ده رقم ما بين 1 و10. طيب في 10 أس، طالما أنا مشيت يمين يبقى هنا الأس سالب. طب هنشوف احنا اتحركنا يمين كام خطوة، ادي 1 2 3 4 5، يبقى أس -5. يبقى هنا النون هتبقى بتساوي -5. بعد كده السؤال رقم 6، العدد المحايد الضرب في نون هو نقط. المحايد الضربي هو الواحد الصحيح، والمحايد الجمعي اللي هو 0. هنا المحايد الضربي هيبقى الواحد. بعد كده السؤال الثالث، ألف اختصر لأبسط صورة. -2 لكل أس 7 في -2 لكل أس 5 على -2 لكل أس 10. هنا الأساس متحد في البسط والمقام اللي هو -2، يبقى عند الضرب في البسط هنكتب الأساس اللي هو -2 ونجمع الأسس 7 زائد 5 12. المقام عندي برضو -2 لكل أس 10. كده برضو عندي الأساسات متحدة، فهننزل الأساس اللي هو -2 ونطرح الأسس 12 ناقص 10 هيبقى 2، يبقى -2 لكل أس 2. هنا دلوقتي الأس عندي زاوج، الأس زوجي هيلغي لي الإشارة السالبة، يبقى كده عندي كأني بقول 2 أس 2، الإشارة السالبة راحت، 2 أس 2 هتساوي 4. بعد كده السؤال الثالث ب، أوجد في نون مجموعة حل المعادلة الآتية: 8 س ناقص 1 بتساوي 2 س زائد 5. هنا هنجيب السينات مع بعض والأرقام مع بعض عشان نجيب مجموعة الحل، عايزين السين تكون لوحدها. فدلوقتي هنجمع السينات مع بعض في طرف، 8 س ده مكانها هنسيبها زي ما هي، هنجيب لها 2 س هتيجي بعكس الإشارة هتبقى -2 س، هتساوي 5 ده مكانها، والواحد هنا -1 هيمشي هيجي هنا يبقى -1. يبقى كده عندي 8 س ناقص 2 س، كأني بقول 8 جنيه ناقص 2 جنيه، هيبقى عندي 6 جنيه اللي هي 6 س، هتساوي 5 زائد 1 6. كده عايزين نجيب قيمة السين لوحدها، فالستة دي مضروبة فيها هنقسم عليها، نقسم هنا على 6 وهنا على 6، 6 هتروح مع 6، يبقى كده جبنا قيمة السين لوحدها، س هتساوي 6 على 6 فيها الواحد، يبقى مجموعة الحل هتكون بتساوي المجموعة 1. بعد كده السؤال الرابع، ألف اختصر لأبسط صورة. 7 على 5 لكل أس -1 في 3 على 5 لكل أس 0 في جذر 49 على 25. هنا أول حاجة
الكسر الأولاني ده الأس سالب، عايزين نتخلص من الأس السالب فهنقلب الكسر، هيبقى 5/7. كده خلاص الأس بقى موجب، يبقى أس 1 في 3/5 لكل أس 0. أي رقم أو أي كسر أس 0 الإجابة تطلع 1 في جذر 49/25. 49 جذرها 7 على 25 جذرها 5. هنا هنختصر 5/5 فيها 1، 7/7 فيها 1، يعني كده 7 راحت مع 7 و5 مع 7، 1 في 1، يبقى الإجابة هتبقى 1. اوجد مجموعة حل المتباينة 3 ناقص 2 س أصغر من أو يساوي 7. هنا عايزين الس تبقى لوحدها، فهنا هنودي 3 اليمة التانية بعكس الإشارة. -2 س هتفضل زي ما هي أصغر من أو يساوي 7 زائد 7 ناقص 3 تيجي بعكس الإشارة تبقى -3. يبقى كده عندي -2 س أصغر من أو يساوي 7 ناقص 3 4. هنا دلوقتي عايزين الس لوحدها، هنقسم هنا على -2 وهنقسم هنا على -2. أول ما نقسم على -2 ركز العلامة هتقلب، هتتغير، كانت أصغر هتبقى أكبر. يبقى كده عندي -2 هتروح مع -2 يبقى الس أكبر من أو يساوي 4/2 فيها 2، مننساش الإشارة السالب. يبقى كده الس أكبر من أو يساوي -2. مجموعة الحل في ن هنكتب مجموعة الحل هتساوي المجموعة س حيث س تنتمي لن. وآخر حاجة وصلت لها ايه؟ ان السين أكبر من أو يساوي -2، يبقى السين هتبقى أكبر من أو يساوي -2. بعد كده السؤال الخامس ألف، إذا كانت س بتساوي 2/5 والصاد بتساوي 5/2 اوجد قيمة س أس 2 صاد أس 2. هنا هنشيل السين وهنعوض 2/5، 2/5 لكل أس 2، والصاد بين الرمزين في ضرب، الصاد قيمتها 5/2 الكل أس 2. هنا هنوزع الأس على البسط وعلى المقام، 2 أس 2 يبقى ب4، 5 في 5 ب25، في هنا 5 في 5 ب25 على 2 أس 2، يعني 2 في 2 ب4. كده هنختصر على 4 هتروح مع 4 فيها 1، 25 هتروح مع 25 فيها 1، يبقى هنا الإجابة فيها 1. ممكن من الأول كنت أنا عملت إيه؟ كنت هنا طالما الس تربيع وصاد تربيع كنت كتبت س صاد وخدت التربيع عليهم هما الاتنين، وعوضت الس قيمتها 2/5 في الصاد قيمتها 5/2، واللي هيطلع هنربعه. ما نيجي نختصر اللي جوه، 5 تروح مع 5 والاتنين هتروح مع 2، يبقى فيها 1 أس 2 يعني 1 في 1، الإجابة تطلع 1. بعد كده السؤال الخامس ب، فصل دراسي به 40 تلميذ نجح منهم 30 تلميذ في الرياضة و24 تلميذ في العلوم، فإذا اختير تلميذ عشوائي أوجد احتمال أن يكون ناجحا في الرياضيات. أول حاجة احتمال النجاح في الرياضة عندي 30 تلميذ على العدد الكلي للفصل 40، وبهنا الصفر هيروح مع الصفر، يبقى الإجابة عندي 3/4. بعد كده احتمال النجاح في العلوم عندي 24 تلميذ على العدد الكلي للمدرسة 40، هنختصر على 8 البسط، على 8 فيها 3، 40 على 8 فيها 5، يبقى الإجابة 3/5. هنا بيقول لي احتمال أن يكون راصبا في العلوم. الاحتمال الرسوب والنجاح بيساوي الواحد الصحيح. احنا جبنا احتمال النجاح 3/5، يبقى كده علشان نجيب احتمال الرسوب هنقول 1 ناقص احتمال النجاح عندي 3/5، هنعتبر الواحد ده كأني 5/5، 5 ناقص 3 2 ومقامي 5، يبقى الإجابة هتبقى 2/5. بانتهاء السؤال ده تكون انتهت المحافظة رقم 4، محافظة الإسكندرية. يا رب أكون قدرت أفيدكم واستفدتم من الشرح. لو استفدت متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك إشعار كل ما انزل فيديو جديد. شكرا لكم، مع السلامة.